لا تقرأ في سير السلف وأخبار العلماء إلا بعد أن تنتبه إلى هذين الأمرين. الأمر الأول، ليس كل حرف تقرأه تقتدي به، فقد ترى اجتهادات اجتهدها بعض العلماء أو بعض السلف وطبقها في حياته، لكنها ليست موافقة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل صحابته الكرام. فمثلا قد تقرأ أن أحدهم كان قد حفر قبرا في بيته لأجل أن يتذكر الموت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يفعله صحابته الكرام. مثال آخر، أحدهم كان لا ينظر إلى وجه رجل مسيحي، ولكنك إذا نظرت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن هناك تعاملات مع غير المسلمين ولم يرد أنه كان يشيح بوجهه إذا رأى أحدا منهم. الأمر الثاني، هناك أفعال وتصرفات هي أفعال جبلية يفعلها هذا العالم جبلة، كان سريعا كان بطيئا، مثل هذه الأشياء هي أفعال جبلية يسير فيها الإنسان مع جبلته، وهذا حتى مع مشايخك ومع من تقتدي بهم ومن تحبهم. إذا كانت هذه الأفعال جبلية، هو طبيعته هكذا، فلا تغير طبيعتك من أجل محاكاة أحد. أخيرا أنبه أن قراءة السير والأخبار هي من أعظم ما يفيد الإنسان وما يؤثر في نفسه، فهي تدعوه إلى الفضائل وتدعوه إلى المكارم.